السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعظم نصيحة لاستقبال شهر رمضان، نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لو جيت لواحد كده قلت له إيه أفضل حاجة أستقبل بيها شهر رمضان؟ كل واحد بقى ووجهة نظره وحياته. فاللي يقول لك والله بنستقبل شهر رمضان بنجهز الريسيفر والدش ونظبط كل حاجة وبنجهز الأكل والشرب والمكسرات والمشويات إلى غير ذلك. واحد تاني يقول لك لا طبعا احنا بنستقبل شهر رمضان ان احنا نجهز المصحف بتاعنا ونجهز كذا ونصالح الناس اللي متخاصمين معاهم ونبر الوالدين ونواصل الأرحام ونتوب من ذنوبنا ونستقبل الشهر بالتوبة إلى غير ذلك. وكل دي أشياء عظيمة جدا، لكن أعظم حاجة نستقبل بيها شهر رمضان هي، تخيلوا إيه؟ كثرة الاستغفار. التوبة وكثرة الاستغفار. ليه؟ لأن العبد لو عنده ذنوب، وأكيد كلنا عندنا ذنوب، محدش معصوم. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والوحيد اللي معصوم من الذنوب والخطايا هو سيد ولد آدم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان اللي عنده ذنوب، خدوا بالكم، بيحرم التوفيق في أي طاعة بسبب الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده لابد من الإكثار من التوبة والاستغفار دائما، حتى لو الإنسان مش حاسس إنه بيذنب، لأن في ذنوب إحنا نعرفها وفي ذنوب ما بناخدش بالنا منها ورب الكعبة. عشان كده دايما أفضل حاجة نكتر من الاستغفار. كان أحد السلف طول ما هو قاعد يقول إيه؟ الحمد لله، أستغفر الله. فواحد قال له: ألا تحسن غير ذلك؟ قال: بل أحسن كثيرا، ولكن العبد ما بين نعمة من الله تستوجب الحمد وما بين ذنب من العبد يستوجب الاستغفار، فأنا أحمد الله على نعمه وأستغفره من ذنوبي. الله أكبر. والاستغفار يا حبايبي هو الأمان الثاني بعد وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. طول ما النبي كان عايش صلى الله عليه وسلم ففي أمان لأهل الأرض مسلمين وكفار. شوف قد إيه إن ما ينزلش عليهم العذاب طول ما النبي موجود صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقي الأمان الثاني، ألا وهو كثرة الاستغفار. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني وأنت فيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسن: من سره، اللي يحب، من سره أن ينظر إلى صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار، لأن الاستغفار بيمحو الذنوب والسيئات بفضل الله سبحانه وتعالى. فتيجي الصحيفة بيضاء ناصعة من كثرة الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في نوع من الاستغفار اسمه سيد الاستغفار، اللي يقوله بالليل وهو موقن بهذا الكلام ويموت في تلك الليلة يكون من أهل الجنة، واللي يقوله بالنهار وهو موقن بهذا الكلام ويموت في ذلك اليوم يكون من أهل الجنة. كما ورد عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره. فاللي يقوله بالليل ويموت يخش الجنة، واللي يقوله بالنهار ويموت يخش الجنة. عشان كده بنقوله مع أذكار الصباح ومع أذكار المساء بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الاستغفار بفضل الله كان من أعظم أسباب الفوز بكل خيرات الدنيا والآخرة. قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولذا لما جاء رجل الحسن البصري فقال له: يا حسن، إن الأرض قد أجدبت عندنا. قال: أكثروا من الاستغفار. جاله واحد تاني قال له: يا حسن، أنا لا أنجب، نفسي إن ربنا يرزقني بذرية. قال له: أكثر من الاستغفار. جاله واحد تالت قال له: نفسي أتجوز ومش قادر. قال له: أكثر من الاستغفار. جاله واحد رابع قال له: أنا فقير ونفسي ربنا يغنيني. قال له: أكثر من الاستغفار. فلما مشوا فواحد منهم من أصدقاء الحسن قال له: يعني كل لما يجي لك حد تقول له أكثر من الاستغفار؟ قال: نعم. أما سمعت قول الله عز وجل حكاية عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ادي الارض اللي كانت مجدبه ما شاء الله ستنبت مره اخرى. ويمددكم باموال وبنين، ادي الفقير هيغتني، وادي اللي ما بيخلفش هيخلف، واللي مش متجوز هيتجوز لانه مش هيخلف من غير ما يتجوز. تمام. ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين كان يقول: لو نزلت صاعقه من السماء ما أصابت مستغفرا. الله أكبر. يعني الاستغفار سبب النجاة في الدنيا والآخرة. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، قال: من اتصف بتلك الصفة اللي هي الاستغفار يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته. فسبحان الله، فالذنوب بتحول بين العبد وبين التوفيق والفلاح والطاعة والرزق والقبول بل وكل الخيرات. فإن تاب العبد أكثر من الاستغفار غفر الله له وفتح له كل أبواب الخير والطاعة والقبول وجعله من أهل الجنة. فلقد ذكر المولى عز وجل من صفات أهل الجنة أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فمن أكثر من الاستغفار غفر ذنبه وزاد رزقه وشفي من مرضه وعوفي من بلائه وقوي بدنه ما شاء الله ووفق في عبادته وفاز بمحبة الله ورضوانه وجنته. كل ذلك بالاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك والله ثم والله عن تجربة شخصية ما وقعت في ضيق ولا هم ولا كرب إلا أكثرت من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيفرج الهم بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب كما عند الترمذي بسند صحيح لما قال له: إذن أجعل تلك الساعة كلها صلاة عليك يا رسول الله؟ قال له: إذن يعني لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. ما شاء الله. فكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفريج للهموم والكروب والأوجاع والآلام والأحزان بفضل الله ومغفرة للذنوب، يعني سبب لدخول الجنة بفضل الله. والاستغفار سبب كل خير في الدنيا والآخرة. فأعظم نصيحة لاستقبال شهر رمضان خذوها بقى من أخوك الصغير: كتروا أحدثوا توبة ترضي المولى عز وجل، توبة صادقة. تمام. وأكثروا على قد ما تقدروا من الاستغفار. غفر الله لي ولكم وجعلني الله وإياكم من المقبولين ومن عتقاء الرحمن من النار وجمعني الله وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.